مشكلة التسدي عند الشباب مشكلة بتكون نفسية أكتر من الجسمانية. مشكلة بتقابل كل الشباب من التنمر، إن الناس بتسألك كتير ليه صدرك كبير، ليه المشكلة دي عندك، أو إيه السبب. أنت نفسك مش بتكون عارف إيه السبب، أو مش بتكون عارف إيه الحل إنك تعمله علشان تتخلص من المشكلة دي. وغالبا لما بتخش تبحث عن الموضوع بيجيلك إنك لازم تعمل عملية، بيجيلك إنك لازم تتخلص منها جراحة وتشيلها يدوي. ففي فيديو النهارده انا جاي اخلصك من المشكله دي نهائي، واعرفك التسدي اللي عندك ده تسدي حقيقي ولا تسدي كاذب، وازاي نتخلص منه، ونعمل ايه علشان نتخلص من التسدي نهائي. والمشكله دي انا هقسمها لك لثلاث مراحل، وهنبقى مع بعض مرحله مرحله ونشوف انت مشكلتك ايه فيهم علشان نحلها. بس الاول خليني اعرفك، لو انت دخلت الفيديو ده فانت فعلا عندك مشكله وعايز تحلها، فركز معايا كويس قوي علشان تكون فاهم ايه مشكلتك وازاي نحلها. فلو في اي حاجه شغلاك ابعدها عنك وركز معايا في الفيديو ده علشان تطلع من الفيديو ده متخلص من التسدي، والتسدي ده مش عندك خالص، وتبدا تحله سواء عندك كاذب سواء عندك حقيقي. في الاول، اول ما جالي حد في الجيم وعرض عليا التسدي وقال لي انا عندي تسدي يا كوتش، وكان الشخص ده بيتمرن بقاله فتره كبيره جدا، بس عنده نسبه دهون على صدره وعنده تسدي في منطقه الصدر. طيب الشخص ده عرض الصور بتاعته لاكتر من دكتور واكتر من مدرب، والمدربين كلها قالوا له انك لازم تعمل عمليه. فدي كانت تجربه معايا على ارض الواقع لازم احكيها لك، علشان ده لو حصل معاك تكون انت مقتنع ان انت ممكن تتخلص منه بشكل طبيعي. الشخص ده لما عرض عليا الصوره وعرض عليا نفسه وشفت جسمه، انا قلت له ان انت لو نشفت ممكن التسدي ده يروح من جسمك نهائي وما يكونش عندك شكل تسدي خالص. طيب خليني اوريك صورته قبل، دي صورته قبل، ده اول ما جالي وده كان شكله اول ما جه، وانا شفته وشخصت الحاله بتاعته وقلت ان هو ممكن يخس لما يتمرن في الكارديو او ايا كان، او هو يتمرن عموما. ودي صورته لما اتمرنا لمده 3 شهور وحطينا خطه، وفعلا طلع التسدي اللي عنده كاذب مش حقيقي، وبقى ما عندوش تسدي خالص، وزي ما انت شايف صدره مشرخ ومفيش اي دهون خالص. طيب خلينا نبدا الفيديو، يلا بينا. اول مرحله هتكلم معاك فيها وهي التسدي الكاذب. يعني ايه تسدي كاذب؟ ناس كتير من الشباب بتبعت لي على الخاص بتقول لي يا كوتش انا عندي تسدي ولازم اعمل عمليه، ايه الحل؟ واغلبيه التسدي ده بيكون تسدي كاذب، وانتم مش بتكونوا عارفين يعني ايه تسدي كاذب. اول حاجه انت بتبعت لي صورتك وانت عندك نسبه دهون عاليه، او انت عندك نسبه دهون عاليه في منطقه الكرش، عندك دهون عاليه في منطقه الدراع، في منطقه الرجل، وطبيعي عندك تسدي بس انت عندك نسبه دهون عاليه جدا جدا جدا. غالبا بيكون تسدي كاذب. ازاي اعرفه؟ اول حاجه انت محتاج ان انت تنشف، محتاج ان الدهون اللي عندك تنزل، تمشي على دايت محسوب السعرات ليك، محتاج تنشف علشان تتاكد ان التسدي اللي عندك ده كاذب او حقيقي. اول ما بتخس بتلاقي ان نسبه الدهون اللي على منطقه الصدر بتنزل باقل ببطء شويه عن منطقه الجسم، فده طبيعي علشان انت بيكون عندك الدهون اللي متخزنه على منطقه الصدر، جيناتك كده، جينات وراثيه كده، علشان دي دهون بتكون دهون ثلاثيه مش بتنزل بسهوله. فانت محتاج تنشف دهونك وتوصل دهون لنسبه دهون 15 الى 10% علشان تتاكد ان التسدي اللي عندك ده تسدي كاذب او حقيقي. يعني ما ينفعش انك يكون وزنك اوفر ويت، يكون وزنك عالي جدا وعندك نسبه تسدي او صدرك مدلدل بمعنى اصح، وتقول لا ده انا عندي تسدي ولازم اعمل عمليه، هروح اعمل عمليه. مش هينفع خالص، لازم تنشف الاول علشان تحدد ان كان ده تسدي حقيقي ولا تسدي كاذب. حاجه تانية برضو ممكن تاكد لك ان التسدي ده كاذب مش حقيقي. اولا التسدي الكاذب لما بتمسك منطقه الصدر بتكون فيها المنطقه دي مش ما فيهاش حاجه محجره كده، بتكون المنطقه دي سلسه وفيها ميه، بتكون كلها عباره عن ميه. تاني حاجه مش بتحس باكلان في منطقه الثدي. غالبا التسدي الحقيقي بيخليك دايما عايز تهرش في المنطقه، لان الغده نفسها بتكون كبرت عن الحجم الطبيعي، فبتحس فيها باكلان وبتقعد تاكل فيه. رقم 3 بتحس في التسدي الحقيقي انك ممكن في بعض الناس بيحصل عندها افرازات سائل، ممكن ينزل منها ميه، ممكن ينزل من منطقه الصدر اي سوائل، فده بيكون تسدي حقيقي لان الغده عندك بتكون كبرت بشكل كبير. فكده اول مرحله نتاكد ازاي ان هي تسدي كاذب. مش بيحصل عندك الثلاث حاجات دول، نسبه الدهون عندك كبيره جدا محتاج تنزلها عشان تتاكد ان الاسكان ده تسدي حقيقي ولا تسدي كاذب. طيب ازاي اتاكد ان التسدي ده حقيقي؟
عكس اللي احنا قلناه في التسدي الكاذب. اول حاجه بتلاقي منطقه الصدر عندك الحلمه كبيره وتخينه، ولما بتيجي تمسك المنطقه بتلاقي فيها كتله كبيره محجره. ده بيكون حصل بسبب ان انت عندك خلل في الهرمونات. نسبة هرمون الذكورة بقت أقل من هرمون الأنوثة اللي هو هرمون الاستروجين المسؤول عن بناء الثدي وبناء الغدة اللي موجودة في الثدي. فده سبب إن الثدي عندك حصل فيه تليف في الغدة والغدة كبرت. أول حاجة بتلاقي المنطقة دي محجرة. تاني حاجة بعض الناس بيحصل عندها إفرازات من الثدي، وده برضو بيكون سبب خلل في الهرمون التستوستيرون. الهرمون التستوستيرون نزل وهرمون الاستروجين علا، وحصل برضو خلل في الهرمونات. تالت حاجة ان انت مهما تخس، يعني انت برضو نسبة الدهون عندك نزلت قوي وعندك المنطقة دي محجرة برضو وفي تسدي. رقم 4 ممكن يحصل عندك هرش في المنطقة بيحصل فيها أكلان، فده بيكون تسدي حقيقي. طيب نتخلص منه ازاي؟ أول حاجة انت بتنزل تتمرن. تاني حاجة انت بتعمل دايت علشان تنشف الدهون، والهدف الأساسي انك بتكون نازل عايز تخس وتنشف دهونك، مش بتكون حاطط في دماغك لا التسدي وبتكون متابعه لا النهارده نزل لا ما نزلش. مالكش علاقة بالتسدي ده خالص خالص خالص. كل اللي انت تتابعه نسبة الدهون عندك بتنزل وتهدى على جسمك شويه، لان جسمك مش عارف انت عايز ايه، وجسمك عندك مش عايز يخس ولا عايز يعمل اللي انت عايزه. فاللي انت تعمله اول حاجه تنزل جيم. تاني حاجه تعمل دايت عجز في السعرات يكون محسوب ليك علشان تبدا تتخلص من الدهون وتبدا تحدد هل ده تسدي حقيقي ولا تسدي كاذب. تالت حاجه النفسيه. مش لازم كل يوم تنزل الجيم وتقعد تتفرج على صدرك، لا لازم تكون انت واخد الموضوع كعلاج طبيعي. مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه، عادي. خد وقتك، خد وقتك شهر، خد وقتك شهرين، خد وقتك 3 شهور، عادي. الحاجه دي انت بتبنيها بقالك فتره. حتى لو انت طفل برضو عندك 15 سنه عندك 16 سنه، ده انت بتكون كده لسه شاب في بدايه لسه البلوغ، فده ممكن يحصل برضو عندك خلل. ده ممكن يكون برضو بسبب جينات وراثيه. جينات وراثيه مثلا من الاب، من الجد، من ايا كان، دي بتكون جينات وراثيه مش بايدك فيها حاجه. فلازم انت تهدى على نفسك شويه علشان تبدا تتخلص واحده واحده. يبقى كده يا جماعه الموضوع متقسم معاك ل3 مراحل. اول حاجه لو التسدي اللي عندك كاذب، اول ما تنشف مش هيكون في تسدي خالص. تاني حاجه لو التسدي اللي عندك حقيقي ونشفت وكل حاجه وطلع فعلا حقيقي، فانت بتنشف لحد ما توصل وتشوف هي فعلا درجه التسدي اللي عندك وصلت لانهي درجه. لو الدرجه اللي انت بعد ما تنشف خالص فعلا مضايقاك، ما انتش عارف تلبس هدومك، نفسيتك فيها مش مظبطه، يبقى كده انت للاسف هتلجأ للطبيب. ولكن اغلبيه الناس لما بتكون ناشفه، وحتى لو عندك تسدي، التسدي ده هيكون حاجه خفيفه خالص مش هتحس بيه. لو انت شاب مثلا بتلبس هدوم بتخرج كلام من ده مش هتلاقيه مضايقك زي ما يكون وزنك فيه نسبه دهون عاليه. فالحل انك تنشف وتعمل دايت وتكون ماشي على تمرين كارديو كويسه علشان تحرق معاك الدهون. ولو انت مش عارف تعمل نظام يخلصك من التسدي، هسيب لك النظام تحت في الوصف الفيديو، خش على اللينك. ولو ما انتش عارف توصل للوصف، الفيديو هيظهر لك برضو على الشاشة سواء يمين او سواء شمال. خش على الفيديو واتفرج عليه. بعمل لك نظام كامل ينشفك وينشف الدهون اللي عندك، وغالبا التسدي هينشف معاك برضو في النظام ده. بس يا جماعة وده كان فيديو النهاردة، فيديو عن التسدي، مشكلة بتواجه كل الناس، ولكن لو أخدنا المشكلة بحكمة ومشينا عليها هنحل المشكلة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع حد بيعاني من نفس المشكلة، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر برضو فيديوهات عايزين اعملها علشان هعملها لكم على طول. واكتب لي برضو مشكلتك في الكومنت لو انت عملت كل الخطوات دي ولسه موجودة، وانا هرد عليك. برد على كل الكومنتات. اكتب لي في الكومنت مشكلتك وهرد عليك على طول. كان معاكم كابتن عزو. سلام.